الغوغاء اللي كاين والصراع اللي كاين، لان كاين نوع من التشكيك في مؤسسه الرئاسه. فاي يعني جزائري عنده الحق انه يطلب، واي مؤسسه منتخبه او مؤسسه دستوريه كما الاحزاب عندهم الحق ايضا يطلبوا من المجلس الدستوري يبعثوا المجلس الدستوري، يبعثوا المؤسسات المخوله دستور في التحقيق والله يشوفوا. من جانبه أعرب سفير سلطنة عمان الشقيقة عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بما تتميز به العلاقات العمانية البحرينية من قوة تعكس الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام النهضة والتقدم. العلم، كل لون بالعلم يمثل جزيرة. الأصفر يمثل جزيرة موهيلي، الأبيض يمثل جزيرة الموت، الأحمر يمثل جزيرة أنجوان، والأزرق يمثل جزيرة القمر الكبرى. النجوم الأربعة تمثل الجزر الأربعة، والقمر يمثل الإسلام. الحدود، حدود جزر القمر هي موزمبيق وزامبيا. ادخلي، اهلا وسهلا حبيبتي، ادخلي. قد ما راح ازورك شو اللي عندك؟ تعالي قسي احسن ما لقيتي. هيا قال لي كيف اشتغل البنت 3 ساعة ما قال لي. هيا كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ ما قلت لك ما تقولي لي مبروك حبيبتي؟ على ايش؟ زوجي اشترى لي ارض. ايوه. بيبني لي بيت. ايوه. اسكتي يا ساكت. انا دحين قولي لي دحين اشيك تروحي معي، اشتي اشوف تشوفي معي. اهلا وسهلا يا صادق، اتفضل. حماتك تحبك. ماليش نفس، اصل صحيت النهارده على خبر مؤسف. ايه؟ كفل الشر. الدكتور محمد نصر الدين. تعيشوا انتوا. انت ما تعرفش يا احمد؟ لا. انت ما قريتش الاهرام؟ اهو يا سيدي. ورينا عم صادق. توفى الى رحمه الله الدكتور. مرحبا، شلونك؟ شخبارك؟ أنا اسمي رفيف. أنا من العراق، محافظة بغداد. دولة العراق حبيبتي العراق، أنا كلش أحب العراق ومشتاقة للعراق هواية. العراق تصير جنوب تركيا وتصير شمال الكويت، وعندنا من هالجهة جيران سوريا والأردن، ومن الجهة الثانية جيراننا إيران. أنا أشتغل، أنا جيت من مدينة ميشيغان هنا. بدي اسالك سؤال. تفضل. يعني قديش عادة يعني تاكسي يعني بكلف؟ لوين؟ يعني اي مكان في الاردن، ممكن يعني ابعد مكان جوا الاردن. جوا عمان ولا جوا الاردن؟ داخل عمان ولا خارج عمان؟ جوا عمان. جوا عمان يعني دينارين ونص 3. ممكن تروح انت ساكن حي الخرابشه؟ حي الخرابشه. ايه ممكن تروح مكة مول، سيتي مول، يعني 2.5 3 دينار زياده. أهلا بكم إلى محطتنا الحوارية الثانية، حيث تتواصل فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي بمشاركات عديدة من داخل وخارج دولة الكويت. ولإلقاء المزيد من الضوء على أهمية الملتقى وما طرح من خلال هذا الملتقى، يسرنا أن نلتقي بالتأكيد كل من المهندسة فاطمة الشرخي، مهندس اختصاصي أول كهرباء بوزارة التربية وعضو جمعية المهندسين الكويتية، وأيضا المهندس فراس خالد. يا هلا ومرحبا فيكم، يسعد مساكم. هلا فيك. يا هلا فيكم. بالبداية أكيد نبي بابي ما رح اقبل، ما رح اقبل، لو شو ما بدك تقلي مش طايقته بقى. بابي هذا جوزك بالنهايه، ما فيكي كل مره يصير معك مشكل تجي تتركي وتجي لهون على البيت. كل ما رح يتصرف بهالطريقه رح اترك له البيت وفل. يا بابي هذا جوزك، ما فيكي كل مره يصير معك مشكل. هلا شوف كيف مثل الشطور رح يجي على ركابه، زحف على ركابه. انه كل مره بدك تعمل مشكل تجي لهون، يعني ما بيجي، ما رح يجي. اجا مش هو، انا بقول مش هو. صاري. ليش بده يجي يعني اذا عمل مشكل معه؟ إيه؟ مرحبا عمي. كل ما عم تتصرف هيك رح اعملها. يا والله مبروك، صرت فكرتيني بس نسيتنيش. كيف العفو؟ في من ينسى جاره؟ بعدين الجار مص عليه النبيره. ها شن عندك؟ عندي هالملف، اليوم لي شهر وانا ندور بيه ونلف. ملف شو فيه؟ هذا ملف صيفيه ولا؟ تمام، حلو كويس. الملف مش ناقصه شيء غير التوقيع النهائيه،
يعني يبي 15% وزيدهم. مراكز تقوية البنات هي شراكة بين برنامج السفراء لتمدرس البنات والUSAID وورد إديوكيشن انترناشونال، والسلطات المحلية تتولى البلد اللي لا يعود فيه المركز وتخلص عن نكره. نبدأ هون الشيد بنوعية التعاون بين الشركاء اللي معنيين بهذا المشروع. كيف تعرفوا هذا التعاون أساسي ومهم من حتى ياكنا. في الشأن الحزبي افتتحت اليوم بالرباط ورشة عمل دولية حول موضوع البرلمانات في العالم العربي، الفرص والتحديات للأحزاب السياسية الليبرالية. محمد تملدو رئيس شبكة الليبراليين العرب وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري أكد أن القوى الليبرالية في المغرب تتجه نحو خلق قطب ليبرالي موحد. خالد نجدي والتفاصيل. من دول عربية وأوروبية جاءوا إلى الرباط نواب. حديثنا مستمر معكم ضيوفنا طبعا، والحديث عن تطبيق الطالب الجامعي لما يتعلمه في حياته الخاصة والعملية. مستمعينا أو مشاهدينا راح ننتقل وإياكم هذه المرة مع الطالب السعودي البوسعيدي، الطالب المبتعث في استراليا، لنتعرف على ما يقوم به الطالب السعود من مهارات أو مهارة صناعة الحلوى العمانية التقليدية. نشوف سعود وبعدين إن شاء الله نرجع. تفضل. أنا بقول يا أبو مازن يا بركة يا رئيس فلسطين، ليمون ما ناكله حامض بدرسنا، صهيوني وامريكان ما نقعد معاك، عادنا يخزينا ويوكسنا، واحنا نقعدنا بنقعد مع عروبتنا واهلنا وفوارسنا، وين ما رحلنا ضعنهم معنا ومونسنا، تفاح ما ناكله خوخ بقدينا، صهيوني ما نقعد معاه يقعدنا يوطينا ويخزينا. في الوقت الذي يختار فيه البعض دروبا سهلة، هناك من يختار دروبا أخرى، وفيما يفضل البعض الأمان والاستقرار، هناك من يشتعل بالعزيمة والإصرار، وفيما يختار البعض البقاء في نفس الدائرة، هناك من يختار الاستكشاف والمغامرة، وفيما يسير البعض بمفرده في طريق، هناك من يؤمن بروح الفريق. تحبينه؟ مين؟ أبوك؟ لا، ولد الجيران. الله يعلم من اللي يحب ولد الجيران. ما يضحك. يلا ما جاوبتيني، تحبينه؟ يوه يا ماما، أبوك خطبني وأنا كنت وقتها أدرس الثانوية. البنات لما شافوا صورته انهبلوا عليه. أن يتم هذا الانضمام منذ وقت طويل تحقيقا لرغبات شعبنا لا ينادي انضمامنا إلى الجامعة بالنيابة عن إخوانكم المندوبين وعن البلدان الشقيقة التي يمثلونها. السلام عليكم، ازيكم؟ اسمي أماني، أنا من السودان، أعيش في الخرطوم، والخرطوم في وسط السودان. أسكن في مدينة نيو جيرسي بولاية نيو جيرسي. ماذا تحبين؟ بالألوان أحب اللون الأزرق السماوي، ومن أكلاتي المفضلة. السلام عليكم، اسمي زبية منصور، أنا من سوريا من حلب. شلون صحتكم؟ إن شاء الله أخباركم منيحة. أنا من بيوريا إلينوي، ولاية إلينوي. عندي 3 أولاد، بنت وصبيان. أنا أحب أسرتي جدا. اللون المفضل لدي هو اللون الأخضر والأزرق. ماذا تريد أن تسأل أيضا؟ ايش قلت يا عبيس؟ تقبل تخلص في فلوسك الكل ولا نشكي بيك ونقول لي انت تسلف الفلوس بالانتليس؟ تهدد فيا؟ مش نهدد فيك، ندافع على حق راجلي. باهي، كيفاش ناوية تخلصني؟ حضرت لك شهادات خلاص، كل واحدة فيها نمر الشيك، تاريخ الإصدار. أول
نصيحة نصحنا إن ما نفكر ناخذ صورة تعتبر جيدة، كان يقصد أن التجربة الفعلية أهم من النتيجة الأخيرة. من خلال المشروع ركزت على عناصر رمزية موجودة في بيئتنا، وين ما تروح تلقى هالعناصر المختلفة موجودة جنب بعض. الناس في بحث مستمر عن تمثيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، وأنا أشكر مختار الشرفي والأستاذة أمل، وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. فأنا صح أنني هربت من أهلي، صح أنا ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أشتي أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش ذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا نحن